اهلا وسهلا بيكم حبايبي ابطال الثانويه العامه. في الفيديو ده ان شاء الله هعرفك ازاي تتعامل مع ورقه الامتحان من اول ما تستلمها لحد ما تسلمها ان شاء الله في ثانويه عامه، وان شاء الله خليك تتفادى معظم الاخطاء اللي بيقع فيها طلبه كتير قوي في ورقه الامتحان. حتى لو انت مش عارف بعض الاسئله هقول لك تتعامل معاها ازاي، والاسئله اللي انت عارفها هقول لك تحلها ازاي بسرعه، والاسئله اللي هي اول مره تشوفها حتى لو انت عارفها وتفكر فيها هقول لك في الفيديو ده ازاي تتعامل معاها. فكمل الفيديو معايا للاخر ان شاء الله تطلع مستفاد وتطلع ويبقى عندك خبره جديده وتعامل جديد مع ورقه الامتحان. فكان معايا الفيديو الاخر. في ثانويه عامه انت تقريبا هتستلم 3 ورقات للامتحان، ورقه الاسئله، وورقه البابل شيت، وورقه تانية كده بتبقى تقريبا زي مسوده كده بتحل فيها لو في اسئله نظري او كده. اول حاجه انت هتمسكها هتركن ورقه البابل شيت في جنب، المسوده ده هتركنها برده في جنب، واول حاجه هتمسك ورقه الاسئله. انا الاول هحكي لك مثال كده بيحصل معايا، وانا التكنيك اللي انا بقوله لك ده هو التكنيك اللي انا ماشي بيه تقريبا من اول ثانويه عامه لحد دلوقتي ما في ثانيه هندسه، بحل اي امتحان بالتكنيك ده والحمد لله مساعدني جدا جدا وبيوفر عليا وقت ومجهود وبيقلل التوتر خالص معايا. انا هبسط لك الاول كده، احكي لك موقف. تقريبا مثلا لو انت عندك الامتحان ده فيه مثلا 40 كويستشن، وهقول وليك 3 ساعات مثلا، ففي ال 40 كويستشن انت عارف اجابه 30 سؤال، وفي 10 اسئله لسه جداد عليك وانت مش عارفهم ولسه هتفكر فيهم، وتقريبا مثلا ال 10 اسئله جيت اكتبهم ليك من رقم 1 لرقم 10، وانت عارف من رقم 20 من رقم 10 لرقم 40، فجيت دلوقتي حليت من رقم 1 ل 10 في ساعتين، باقي لك ساعه واحده وباقي لك 30 سؤال، ومع العلم ان ال 30 سؤال انت عارفهم بس انت لسه ما شفتهمش. تمام؟ فانت بدات من رقم 1 لرقم 10، انت اسئله جديده عليك فكرت فيها انت ما تعرفش هي صح ولا غلط، خدت منك وقت تقريبا اكتر من نص الوقت. انت قول لي هتحل ازاي ال 30 الباقيين؟ هتحلهم بتوتر؟ هتحلهم وانت قلقان؟ هتحلهم وانت شاكك في حلولك؟ تقريبا اصلا هتبقى نسيت اللي انت ذاكرته من ال10 اسئله الجداد عليك والافكار الجديده عليك في اول الامتحان. فانا مش عايزك تبدا بكده في ثانويه عامه. في ثانويه عامه انت تاخد الورقه تقريبا في اي امتحان، مش شرط ثانويه عامه، في اي امتحان هيقابلك بعد كده في الكليه هتاخد ورقه الاسئله. اول حاجه هتركن ورقه الايه، الاجابه او ورقه البابل شيت ايا كان الورقه اللي انت هتجاوب فيها، هتمسك الورقه اللي انت بتاعه الاسئله بتاعتك ومعاك مثلا قلمك كده، هتبص اول انت هتلف على الورقه دي كتير، فاول لفه كده هتلف على الاسئله، هتحدد نوع السؤال، هتعمل مثلا هيبقى عندك 2 ماركس، علامه للسؤال اللي محتاج تفكير وعلامه للسؤال اللي انت هتحله على طول، وهقول لك بعد كده تعمل ايه. فاول لفه انت هتلف على الاسئله اللي انت عارفها وهي مباشره جدا 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 وانت متاكد 100% انها صح. بعد اول علامه بعد اول لفه هتعرف الاسئله اللي هي سهله جدا جدا، وليكن عدد الاسئله 40 دايما. فاول لفه دي هنفترض انك طلعت 10 اسئله مباشرين وانت من مذاكرتك عارف انهم صح، ومن مذاكرتك الكتير شفت الاسئله دي كتير، الاسئله دي اتكررت قدامك كتير، فانت عارف انهم صح حتى لو مش عارف انهم، حتى لو ما اتكررتش قدامك، في الافكار دي اتكررت قدامك كتير وانت عارف الافكار دي مش جديده عليك فهتحلهم بسرعه. فاول لفه دي هتيجي بقى خلاص انت حددت ان من السؤال ده 10 اسئله مثلا من ال 40 دي اسئله انت عارفها، فتقوم رايح حلها، وبعد كده بعد ما تحلها هتيجي للبابل شيت هيبقى معاك قلم سنون، هتعلم نقطه في الاجابه كده، يعني هتعلم نقطه كده على الاجابه، هيبقى معاك طبعا استيك عشان لو حبيت تعدل بعد كده. فانت كده عملت في البابل شيت برضو وعملت في ورقه الاسئله، خلاص انت كده خلصت من 10 اسئله في وقت صغير جدا. يعني مثلا هنقول لك في نص ساعه ولسه باقي لك ساعتين ونص، انت خلصت تلت الامتحان في نص ساعه. تاني لفه هتحدد الاسئله الصعبه، فهتيجي الاسئله الصعبه والافكار الجديده عليك دي هتركنها بقى للاخر خالص كده، وهتبدا تحل الاسئله اللي هي مش جديده عليك ومش صعبه قوي وتعرف تفكر فيها وتقعد تحل فيها وتاخد منك شويه وقت. فتاني لفه دي هتبدا بقى تحل الاسئله اللي محتاجه تفكير. هنفترض ان الاسئله اللي محتاجه تفكير هم 20 سؤال وفي 10 هنفترض انهم جداد عليك ومحتاجين تفكير وافكارهم صعبه عليك شويه، فانت جيت للافكار اللي هي متوسطه التفكير قعدت فيهم شويه، خدت منك مثلا دي افترض انهم خدوا منك ساعه، يعني تقريبا ال10 اللي هم كان على قدهم دول خدوا منك ساعه ونص ساعه، ال10 الجداد دول بقى خدوا منك ساعه، كده انت معاك ساعه ونص فانت كده انت حليت كام سؤال بقى؟ كده انت حليت مع نفسك كام سؤال؟ كده انت حليت 30 سؤال، يعني انت كده حليت تقريبا 3/4 الامتحان. تخيل بقى انت هتبقى داخل على ال10 اسئله الجداد اللي هم محتاجين تفكير، وانت حاسس انك حليت كميه كبيره، وانت حاسس انك كده هتجيب درجه حلوه في الامتحان ده، وانت حاسس انك كويس في الماده دي، وانت حاسس ان الماده كويسه مع ان لسه فاضل لك 10 اسئله انت لسه ما حلتهمش. طب تخيل بقى لو العكس، لو انت بادئ بال10 اسئله اللي انت لسه ما حلتهمش دول، لو كنت بدات تجون في اول الامتحان، انا مش عايزك تحل الامتحان حسب ترتيب الراجل اللي حاطط الامتحان، انا عايزك تحل الامتحان حسب ترتيب مستواك انت وحسب ترتيب معرفتك للاجابه انت. فال10 اسئله الباقيين قدامك ساعه ونص تفكر فيهم، وقدامك ساعه ونص تفكر. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه،
في الامتحان احكي لك قصه كده حصلت معانا في ثانويه عامه. انا واصحابي احنا طول السنين اللي قبل ثانويه عامه كان في تقريبا زي عند كده بين صحابي، او شبه مثلا ما حدش يحب الخير لحد، ممكن نغش بعض غلط او كده للدرجه دي. فجينا في ثانويه عامه كل واحد شغل دماغه، انا لو غششتك غلط او لو انت غششتني غلط انا ما بساعدش على الغش عامه، بس مثلا تقريبا كل واحد مثلا ليه واحد صاحبه كده يبقى جنبه ممكن نتبادل نقاط معينه، فانا لو بدلت معاك النقطه دي غلط فانا كده بضر نفسك وبضرني عشان انت برضه هتمليني غلط. فجينا بقى عرفنا الحقيقه، طب انا هستفاد ايه لما انا اضيع منك مثلا كليه طب او هندسه او كده؟ النقاط الصعبه قوي عليك دي ممكن تكون سهله على واحد جنبك، فممكن تتبادل معاه، ففي الاخر انت فاهم. وانت برضو خليك يعني خلي عندك امانه، يا اما لو هتملي حد ما تملوش غلط، يا اما لو المبدا ده مش عندك فما تعملوش خالص احسن لك. فبقول لك ال10 نقاط الاخرانيين دول هتيجي انت بقى في ورقه الاسئله تقعد تفكر بيهم بقى مع نفسك كده. هنفترض يا عم انك وصلت ل5 منهم، 5 انت حليتهم صح و5 انت لسه مش واصل لحلهم، هتعرف بقى ممكن بقى بكرم ربنا في البابل شيت زي ما حصل معانا كلنا كده ممكن تيجي معاك بقى. فانا بقول لك الطريقه الاقرب للتعامل مع ورقه الامتحان، اول حاجه تلف لفه، هتركن ورقه الاجابه ورقه البابل شيت، هتلف لفه على ورقه الاسئله، هتحدد مدى مستوى السؤال الصعب هتركنه، السؤال المتوسط هتركنه شويه، هتبدا بالاسئله السهله. الاسئله السهله دي هتبدا الاول تحلها كده ممكن تاخد منك اقل من ربع الوقت، بعد كده هتلاقي مثلا قريب من 30% من الامتحان سهل جدا، هتعلم في البابل شيت. بعد كده هتخش على المستوى المتوسط تبدا تفكر بقى باللي انت مذاكره، هتعلم برضو في البابل شيت نقطه. انا ما بقولكش تعلم الاجابه ان هي البابل شيت، خلي البابل شيت كده في 10 دقائق في الاخر تعدل بقى البابل شيت وتفنشه، يعني خلي 10 دقائق كده منقطعين للبابل شيت بقى. تيجي انت بقى في الاسئله الصعبه هيبقى معاك تقريبا ما يقارب من نص الامتحان تفكر في الاسئله الصعبه والجديده عليك، تقريبا هتفرمها لو انت ذاكرت شويه وما شاء الله. هيبقى نسبه الاسئله الصعبه والجديده عليك بسيطه جدا جدا، ومش هيبقى في افكار جديده عليك. الثانويه عامه مش بعبع، الامتحانات مش صعبه زي ما انتم متخيلين، احنا كنا متخيلين انها صعبه فعلا، واحنا كنا اول سنه واول تجربه للنظام البابل شيت، وما كنتش متخيل ان الامتحان هيجي بالطريقه دي. الامتحان كان جاي اسهل ما كنا متوقع، يعني جاي اخف من اللي انا كنت متوقعه. انا ما كنتش متوقع بجد الامتحان كده، يعني كان في اسئله محتاجه تفكير قوي، بس في اسئله مباشره قوي بجد والله. طب وهندسه وصيدله وكليات القمه مش صعبه عليكم، اللي بيدخلها مش ناس احسن منكم، يعني انتوا اللي بتدخلوا الكليات دي. تخيل في 20,000 طالب بيدخل هندسه، فليه انت مش منهم؟ هم احسن منك في ايه؟ مش احسن منك في حاجه، وان شاء الله تبقوا احسن دكاتره واحسن مهندسين. بس اهتموا شويه بالفتره دي وركزوا شويه، وما تخلوش النقاط البسيطه دي تضيعكم وتضيع حلمكم منكم. اجتهدوا في الفتره دي، الفتره دي اهم فتره. ان شاء الله انا معاكم الفتره الجايه، هشجعكم دايما، ولو احتجتوا اي حاجه انا مش هتاخر عليكم ابدا، وان شاء الله هعمل لكم فيديوز ازاي تتعاملوا مع بعض المواد اللي هي مأثره معاكم زي العربي والانجليش، حد كان قال لي عليهم. فاستنوا مني فيديوز عنهم، واتمنى لكم التوفيق الفتره الجايه. بحبكم جدا، السلام عليكم.